السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا أهلا بكم إلى الحصاد الرياضي نقدم لكم من قناة بي إن سبورتس الإخبارية في قطر، والبداية مع أبرز العناوين. أولسان هيونداي الكوري الجنوبي يتوج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه بفوزه في نهائي قطر على بيرسيبوليس الإيراني. فالنسيا يوقف صحوة برشلونة في الليغا بتعادله في الكامب نو، وميسي يعادل رقم بيليه، وأتلتيكو مدريد ينفرد بالصدارة بفوزه على إلتشي وسقوط ريال سوسيداد بميدان ليفانتي. تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول يدك شباك مضيف كريستال بالاس بسباعية تاريخية، وإيفرتون يعمق جراح أرسنال معقدا وضعية مدربه ميكيل أرتيتا. قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق يوفنتوس إلى فوز كبير على مستضيفه بارما برباعية دون مقابل لحساب مباريات الجولة 13 من الدوري الإيطالي. فريق اليوفي يريد بيرو يواصله دون هزيمة، فبارما قد يبدو خصما في المتناول. كان أصحاب الأرض أكثر اندفاعا نحو الهجوم، يورا كوكا سدد وبوفون بدد أمنية التسجيل. رد الفعل من الضيوف كان أكثر فعالية، كولوسيفسكي افتتح التسجيل عند الدقيقة 23. تواصل المد الهجومي للسيد العجوز، وكالعادة رونالدو يسجل حضوره ويضيف الثاني في الدقيقة 26. في الشوط الثاني بقي اليوفي على النسق نفسه وسط غياب لدفاع بارما. كريستيانو رونالدو وقع الثنائية والثالثة لليوفي عند الدقيقة 48. كريستيانو رونالدو كان قريبا من توقيع الهاتريك ورأسيته جانبت القائم. المحاولة الهجومية لفريق بارما على قلتها اصطدمت بخبرة بوفون الذي أبقى على شباكه نظيفة، وشباك سيبي أضيف لها هدف رابع. الفارو موراتا تمكن من التسجيل برأسية محكمة قبل دقائق من نهاية المباراة. يوفنتوس حقق فوزه السابع في الدوري وبمسار دون خسارة، مواصلا مزاحمته لقطبي ميلانو. في الدوري الإسباني وضمن منافسات الجولة 14 فرض فالنسيا التعادل على مضيفه برشلونة بهدفين لكل منهما في مباراة شهدت معادلة ميسي رقم الأسطورة بيليه في عدد الأهداف المسجلة لفريق واحد ب 643 هدفا مع النادي الكتالوني. فوز ثالث على التوالي كان ما يطمح إليه ليونيل ميسي ورفاقه عندما دخلوا ملعب الكامب نو لمواجهة فالنسيا بعد الفوز على ليفانتي ثم ريال سوسيداد. سيطرة أصحاب الأرض كانت واضحة في بدايات الشوط الأول حتى انتفض الخفافيش. الدقيقة 26 شهدت فرصة مميزة لفالنسيا ضاعت بعدما تدخل تير شتيغن ومدافع البارسا أراخاو. بعدها بدقائق فرصة أخرى تصدى لها تير شتيغن بمنتهى الروعة، لكن عرين برشلونة لم يبقى خاليا بعدها إلا لبضع ثوان حيث جاء الهدف الأول للضيوف والذي حمل توقيع مختار دياكابي في الدقيقة 29. الضيوف لم يتوقفوا عن المحاولة، فرصة أخرى كان لها تير شتيغن بالمرصاد، ثم في الدقيقة 46 حاول الفرنسي أنطوان غريزمان تعديل النتيجة، لكن غايا لاعب فالنسيا قام بعرقلته لتحتسب ركلة جزاء للفريق الكتالوني. كما طرد غايا قبل أن يعدل الحكم عن قراره إثر مراجعة الحالة عن طريق الفار. ميسي استعد وسدد ركلة الجزاء التي تصدى لها الحارس بنجاح، موقف صعب تداركه ميسي بسرعة حيث عادت له الكرة ليسجلها برأسه. هدف تعادل فيه برشلونة مع فالنسيا، وتعادل فيه ميسي مع الأسطورة البرازيلية بيليه بعدد الأهداف المسجلة لناد واحد ب 643 هدفا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله. في الشوط الثاني محاولات من كلا الجانبين لم تترجم لأهداف، حتى أبهر مدافع برشلونة الأوروغواياني أراخاو الجميع بهدف رائع في الدقيقة 52. فالنسيا حاول وحاول حتى أثمرت المحاولات بهدف ثان لتعود الأمور لنقطة البداية من جديد.
وبقي الحال على ما هو عليه حتى انتهت المباراة بالتعادل، ليفشل ميسي ورفاقه بتحقيق المراد مرة جديدة هذا الموسم. مشاهدينا انضم الينا من برشلونه مراسلون هناك اشرف بن عياد. بك اشرف معنا. سنتحدث في موضوعين هما في الواقع متوازيين، يعني خبو فريق برشلونه وتالق ميسي على كل حال. نبدا ببرشلونه يعني بعد خساره امام نادي قادش وكذلك مع يوفنتوس في دوري الابطال، هذا التعادل مع نادي فالنسيا. هل الامور الفنيه غير مسيطر عليها تماما من قبل المدرب الذي نقول دائما انه جديد بحكم انه لحد الان لربما لم يترك بصمه واضحه على البارسا؟ مرحبا بك يوسف. هناك جملة من الأسباب: الأمور التكتيكية، غياب المستوى الحقيقي لبعض اللاعبين كغريزمان ككوتينيو. برشلونة يعاني كثيرا من أجل حسم المباريات. كانت هناك الأحاسيس الإيجابية طيلة الأيام الماضية خصوصا بعد الفوز على الريال سوسيداد، لكن فالنسيا اليوم أعاد برشلونة إلى الواقع من جديد، إلى واقع إهدار المزيد من النقاط. والمشكلة أن برشلونة سيواجه الكثير من التحديات في الأسابيع المقبلة. لماذا يوسف؟ لأنه سيزور بلد الوليد يوم الثلاثاء المقبل، ونحن نعلم مدى معاناة برشلونة خارج أرضه. هذا الموسم حقق الفوز مرة وحيدة خارج أرضه بعيدا عن الكامب نو في الليغا تحديدا أمام ما يخلي ذلك علينا أن نقف عند جملة من الظروف: الرئيس الجديد، المشروع الجديد، مدى تمكن برشلونة من العودة بقوة في النتائج، ومدى إمكانية تغير نفسية ليو ميسي على أرضية الميدان. أشرف بن عياد من برشلونة، حياك الله، شكرا لك. أملنا فإلى نتيجة تصويت على سؤالنا اليوم أمس مشاهدينا، والذي كان كالتالي: بعد تجاوز اختبار سوسيداد، هل سينجح برشلونة في تحقيق فوزه الثالث تواليا بتجاوز فالنسيا في قمة الجولة 14 من الدوري الإسباني؟ 58% توقعوا فوز البارسا فيما عرضهم 42%. أملنا فإلى سؤالنا لليوم مشاهدينا، وهو كالتالي: من برأيك المسؤول عن إهدار برشلونة لنقاطه في الدوري الإسباني؟ هل هو المدرب أم اللاعبون؟ ننتظر تصويتكم على الحساب الرسمي لبيان سبورتس الإخبارية في تويتر، وبإمكانكم أيضا أن تشاركونا مشاهدينا أراكم خلال تعليقاتكم على صفحة التصويت. هذا وانفرد أتلتيكو مدريد بصدارة الدوري الإسباني بفوزه على ضيف إلتشي ب3-1 ثلاثية سجل منها الأوروغواياني لويس سواريز هدفين في مباراته 200 بالليغا. نتابع أهداف المباراة بالتعليق. نيمار يقود الكرة المرتدة إلى ماركوس يورينتي، مشى باتجاه تريبيا، عرضية تريبيا وسواريز. غير القميص ولم يغير العادات باتجاه كاراسكو البلجيكي، يحاول وسواريز يقدمهم ويتقدم بهم إلى الصدارة. إلتشي يخرج من مناطق يتقدم للأمام ويبحث عن العودة وتقليص الفارق. كرة العودة فعل لوكاس بويا، لوكاس بالراس. هنا محاولة كرة من أجل إغلاق ملف هذه المواجهة، ركلة جزاء.
استرادا يصفر على وجود ركلة جزاء لمصلحة اتلتيكو من أجل الثلاثية دييغو، من أجل الروخي بلانكس دييغو، يتقدم دييغو كوستا من علامة الجزاء دييغو كوستا يسجل الثلاثية ويضمن النقاط الثلاث. انفراد اتلتيكو مدريد بصدارته جاء بعد تلقي ريال سوسيداد لخسارته الثانية تواليا في الليغا حين سقط على ملعب ليفانتي بهدف مدريد عن تحقيق الانتصار الرابع تواليا في الليغا عندما يحل ضيفا على ايبار في مباراة لا يريد النادي الملكي التفريط في نقاطها خاصة بعد فوز المتصدر اتلتيكو وتعادل الغريم برشلونة. مراسلنا جمال جبلي والتفاصيل. أخيرا اللاعبون كلهم تحت تصرف زيدان، كلام قيل أمس ولكن ما قيل أمس ليس ساريا في اليوم التالي. هكذا هي حال ريال مدريد هذا الموسم. التهاب في المعدة استبعد فينيسيوس من المشاركة في المواجهة ضد أيبر التي لن يشارك فيها إيدن هازارد لعدم اكتمال جهوزيته رغم عودته إلى التدريبات الجماعية. هذه المرة زيدان مرغم على المداورة في الجناح الأيسر ولكن أيضا في مواقع أخرى حتى يريح عددا من اللاعبين الذين ساهموا في تعافي فريقهم بالفوز في المباريات الأربع الأخيرة التي لم يغير فيها زيدان إلا قليل. لقد تحدثنا عن هذا الأمر قبل المباراة وهو أمر آني، فلم يتغير شيء من تفكيري بالاعتماد على الجميع، واللاعبون كلهم هنا وهم على استعداد، ونحن في فترة جيدة وعلينا الاستمرار هكذا. قبل أكثر من سنتين بقليل سقط ريال مدريد سقوطا مدويا في إيبوروا بثلاثية هزت أركان الميرانجي وشككت في قدرات سولاري على قيادة الفريق، ولكن المباراة كانت بداية سقوط إسكو الذي استبعده المدرب الأرجنتيني حتى من مقاعد الاحتياط، إلى أن عاد زيدان ليستعيد معه شيئا من الثقة التي فقدها، ولكنه لا زال بعيدا عن اللاعب صاحب الدور البارز في تتويجات ريال مدريد في عهد زيدان الأول، حيث أصبح دوره ثانويا، ومنه رغبته في الخروج في الشتاء وهي الرغبة المعلنة لبول بوجبا من مانشستر يونايتد. فهل من مبادرة في الأفق؟ أنا لا يمكنني أن أجيب سوى على لاعبي فريقي، وإسكو هنا معنا فعلا، والأحد لدينا مباراة مهمة. زيدان لم يستبعد أي احتمال ما دامت السوق مفتوحة في يناير، لكنه يحاول أكثر إصلاح ما لديه، وأبرز من يدور حوله الحديث هذه الأيام كريم بنزيما الذي وصفه زيدان بعد ثنائيته الثانية في 7 أيام ضد بيلباو بأحسن مهاجم عرفته كرة القدم الفرنسية. فما سر تألق كريم وهو يحتفل بعيد ميلاده 33؟ لماذا؟ لأنه ببساطة العمل اليومي وكذا التزامه في كل ما يفعل، وهو بصدد التأكيد بأدائه وفي الفترة الأخيرة بأهدافه، وهو الأمر الأهم لدى البعض، ولكن ليس بالنسبة لي. إنه لاعب متكامل. إيبوروا ليست بالموقع السهلة وقد تكون أصعب من سابقتها، وأي تراخ أمام أيبر الذي لم يخسر في مبارياته ال5 الأخيرة سيفقد الفريق الثقة التي كبرت وقد تكبر أكثر في حال الفوز. جمال جبلي بإن سبورتس، مدريد. من جديد مشاهدينا، في الدوري الإنجليزي الممتاز عزز ليفربول حامل لقب موقعه في الصدارة بسباعية تاريخية في مرمى مضيفه كريستال بالاس لحساب الجولة 14 في مباراة أصبح فيها محمد صلاح أول بديل لليفربول يساهم في 3 أهداف بعد أن صنع هدفا وسجل 2. في الوقت الذي غاب فيه النجم المصري محمد صلاح عن التشكيلة الأساسية لليفربول في المواجهة ضد كريستال بالاس، عرفت كتيبة الريدز عودة الثلاثي تاكومي مينامينو وجويل ماتيب ونبي كيتا. ليفربول يدرك أن المواجهة ليست سهلة إذا ما أراد اقتناص الفوز الذي يعزز به موقعه في الصدارة، ومنذ الدقيقة 3 تمكن مينامينو من افتتاح باب التسجيل مدونا أول أهدافه مع ليفربول في البريمير ليج ليصبح 7 ياباني يسجل في الدوري الإنجليزي الممتاز.
كريستال بالاس لم يكن بالخطورة المعهودة في ظل غياب مهاجمه كريستيان بنتيكي. الضيوف لم يتوقفوا عن المحاولات لينجحوا في إضافة الهدف الثاني عن طريق الدولي السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 35. الريدز أراد تسجيل المزيد وكان له ما أراد من هجمة مرتدة سريعة بدأها روبرتو فيرمينو ونجح بنفسه في إنهائها في الشباك قبيل نهاية الشوط الأول الذي تقدم فيه ليفربول بثلاثية. ليفربول لم يوقف محركاته التهديفية ومن تسديدة قوية نجح جوردان هندرسون في التوقيع على الهدف الرابع. كلوب أشرك محمد صلاح عقب الرباعية لينجح المصري بعدها في صناعة الهدف الخامس لبطل إنجلترا والذي دونه فيرمينو من لمسة رائعة. ولم يفوت النجم المصري الفرصة ليكون نجم الشوط الثاني حين كتب اسمه بين المسجلين في مناسبة أولى حين وقع على الهدف السادس من رأسية ليعود الفرعون المصري من جديد وبكرة لا يعرف سرها إلا هو مدونا الهدف السابع. فوز مقنع بأداء مميز من صلاح ورفاقه ليعود ليفربول إلى الديار ب3 نقاط إضافية يعزز بها صدارته للبريمير ليج. وبعد المباراة قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن اللاعبين تمكنوا من إنهاء الهجمات بطريقة الأفضل، وأكد أن التقدم في الشوط الأول لم يكن كافيا وهو ما أدى إلى القيام ببعض التغييرات. بكل تأكيد أعتقد أن اللاعبين كانوا يعرفون جيدا مستوى جودتهم وليس هناك أي معاناة في الثقة بالنفس خاصة عندما لا يتخطط لهذه المباراة. قبل أن تبدأ كانت صعبة جدا وبدأنا بداية جيدة في هذه المباراة وبعد ذلك منحنا كريستال بالاس ربما الكرة أكثر وكان علينا أن ندافع أكثر في مناطقنا، ولكن أعتقد أن إنهاء الهجمات كانت جيدة. إذا 3-0 في الشوط الأول أعتقد أنها كانت نتيجة جيدة، ولكن المباراة لم تكن قد حسمت وكان علينا أن نجري بعض التغييرات وأن نسجل أهداف أخرى. كنا نعرف أنها مباراة خاصة. وفي مباراة أخرى فاز مانشستر سيتي على مضيفي ساوثهامبتون بهدف دون مقابل. رحيم ستيرلينغ سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 16 ليحقق السيتي الفوز بعد أن انقاد لتعادلين في الجولتين الماضيتين. نحن في وضع غير مريح لكنها تبقى نتيجة جيدة. خلقنا فرصا عديدة للتسجيل. خلال الشوط الثاني أتيحت لنا 4 أو 5 انفرادات كان علينا استغلالها. نحن لا نمر بفترة جيدة. علينا أن نتقبل الأمر وأن نتعايش مع الوضع بأن نكون أقوياء ونحافظ على الرغبة ذاتها في اللعب. ما زال أرسنال يتخبط في دوامة النتائج السلبية حيث انقاد إلى هزيمة جديدة في الدوري أمام إيفرتون هذه المرة وبهدف ل2. فريق المدرب أرتيتا لم يتذوق طعم الانتصار منذ 7 جولات كاملة في البريمير ليج. هي مباراة كل المخاطر لميكيل أرتيتا، مباراة قد تمثل القطرة التي تفيض كأس النتائج السلبية لأرسنال، وهو من لم يتذوق طعم الفوز في المباريات ال6 الأخيرة ب4 هزائم وتعادلين. حتى كارلو أنشيلوتي بدا وكأنه يواسي ويرفع من همة أرتيتا في هذا المشهد قبل ضربة الانطلاق. أرسنال واصل عادته السيئة في المباريات الأخيرة باستقباله للأهداف. خطأ دفاعي لهولدينغ الذي سجل في مرماه مانحا التقدم لإيفرتون. محاولة أرسنال وإن كانت محتشمة إلا أنها أثمرت بحصول ميتلاند نايلز على ضربة جزاء إثر هذا التدخل من ديفيس. نيكولا بيبي تكفل بتعديل النتيجة. تضاعفت وتيرة محاولة إيفرتون على غرار تسديدة كالفرت ليوين التي أبعدها لينو بروعة، لكنه لم يستطع التصدي لرأسية ييريمينا الذي سجل الهدف الثاني لكتيبة أنشيلوتي. في المرحلة الثانية حاول أرسنال العودة في النتيجة، لكن كرة دافيد لويز اصطدمت بالقائم. محاولة بيبي ثم ويليان لم تأتي بالجديد،
وعبرت عن عجز هجومي واضح للخط الأمامي للجونرز. رأسية ويلوك هي الأخرى جنبت القائم ولم تغير النتيجة. ضغط متواصل لرفقاء البديل لاكازيت لم يمنع سقوطا جديدا لأرسنال أمام إيفرتون. أما مستقبل أرتيتا على رأس الجونرز فقد أضحى مهددا أكثر من أي وقت مضى. نحن لعبنا المباريات كثيرة وكانت لدينا بعض المشاكل. نحن لدينا بعض المشاكل كما قلت وعانينا منها وبدأنا في حل بعض المشكلات، لكننا عانينا من مشاكل أخرى. هناك مشاكل قبل مواجهة ليستر سيتي أشاد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير بهداف ليستر جيمي فاردي، مؤكدا أن أداؤه ظل ثابتا رغم تغيير المدربين. هو مهاجم خطير جدا، لا يهم إن كان ذلك رفقة رانييري أو روجرز أو مدرب آخر ممن أشرفوا على ليستر. الفريق لا ينسى المؤهلات التي يمتلكها فاردي، إنه لاعب رائع. يؤسفني أنه أتى إلى البريمير ليج متأخرا، وإلا لكانت مسيرته أفضل بكثير بأهداف أكثر وحضور أكبر مع المنتخب. ولو كنت مدافعا لما تمنيت مواجهته. قال البلجيكي توبي ألدرفيريلد مدافع توتنهام إن فريقه افتقد للتوفيق في المباراة الأخيرة التي خسرها على ملعب ليفربول. وشدد مدافع سبيرز في مقابلة مع بي إن سبورتس على أن فريقه خرج من مباراة صعبة إلى أخرى، مؤكدا قوة ليستر سيتي طرف المباراة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز. في مقابلة حصرية مع قنوات بي إن سبورتس أكد الألماني تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي أنه اختار الانضمام لتشيلسي مطلع الموسم الحالي بعد أن أبدى فرانك لامبارد مدرب البلوز ثقة كبيرة في قدراته. فيرنر قال إن الخيار الأسهل كان البقاء في صفوف لايبزيج، لكنه أراد التطور عبر الالتحاق ببطولة جديدة. في حوار مطول مع صحيفة آس الإسبانية لم يغلق النجم المصري محمد صلاح الباب أمام اللاعب مستقبلا ريال مدريد أو برشلونة رغم تأكيده على رغبته في تحطيم كل الأرقام القياسية في ليفربول. صلاح شدد على أن مسألة تجديد عقده مع الريدز تبقى في يد النادي الذي قال إنه يحلم بالتتويج معه مجددا بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز. فيما عرب عن إحباطه لعدم تقلده شارك قيادة الفريق مؤخرا رغم تقبله لقرار المدرب الألماني يورغن كلوب.